أستاذ دكتور بكلية طب عين شمس ورئيس قسم العناية المركزة، وأثناء عمله اكتشف إن الأدوية اللي بيدوها للمرضى مش مجرد مسكنات للأعراض وبس، دي ليها أضرار كمان وعمرها ما شافت حد. لأن كل الأبحاث اللي اتعملت على الأدوية ديت كان أول حاجة مكتوبة فيها إن سبب المرض غير معلوم. وهنا بقى الدكتور ضياء وقف وقفة وسأل نفسه إذا كان مش عارفين سبب المرض فإزاي بقى هيعالجوه؟ ده غير إن كل زمايله ماتوا بالأمراض اللي المفروض يعالجوها. دكتور المخ والأعصاب يموت بجلطة في المخ، ودكتور الباطنة يموت بمرض باطني، ودكتور القلب يموت بجلطة في القلب. فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا بقى الدكتور ضياء العوضي ابتدى يبحث عن مسببات الأمراض، لحد ما جه يوم وهو بيقرأ القرآن الكريم لقى آية بتقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فاكتشف إن ربنا سبحانه وتعالى عدد لينا أنواع الطعام اللي خارج من الأرض، جزء منه الأكل الإنسان والجزء التاني الأكل الحيوان. ويلاقي آية تانية بتقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فاكتشف إن الطعام درجات ومراتب، وإن أي طعام بيسيب مخلفات في جسم الإنسان، وكل ما كان الطعام بيسيب مخلفات أقل كل ما كان طعام أفضل وأعلى درجة. ده غير إن في أطعمة كتير أفسدها الإنسان بالهندسة الوراثية والهرمونات والكيماويات، زي الفراخ اللي اتعدلت سلالتها، السلالة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، لسلالة تانية جديدة ربنا بريء منها. ده غير الهرمونات اللي بيحقنوها بيها والأعلاف المسرطنة. خلوا الكتكوت يبقى فرخة وزنها 3 كيلو في 30 يوم بس، على خلاف الطبيعة اللي خلقها عليها ربنا سبحانه وتعالى. فتحولت الفرخة من كائن مفيد للإنسان إلى سموم داخلة جسم الإنسان. وبالصدفة والد الدكتور ضياء يجيله مرض، وكل الأطباء قالوا له إن أنت خلاص هتعيش بيه وهتفضل تاخد دواء طول عمرك. فيبتدي بقى الدكتور ضياء يطبق الاكتشافات اللي اكتشفها على والده، وبدأ بقى يمنعه من بعض الأطعمة اللي كان شايفها مضرة. وبعد فترة يرجع يشوف نتيجتها على والده، ومرة مع التانية والده خف وشفي تماما بإذن الله. وهنا بقى الدكتور ضياء بدأ يطلب من مرضاه إن هم يمتنعوا عن بعض الأطعمة، وكان كل مريض بيخف لمجرد امتناعه عن طعام معين، لحد ما وصل الدكتور ضياء العوضي إلى مجموعة ممنوعات من الأطعمة المضرة. لما امتنع عنها كل المرضى كلهم خفوا، وكانوا بيسموا مجموعة الممنوعات دي في الأول ممنوعات ضياء العوضي. لكن الدكتور ضياء كان ليه رأي تاني، قال لهم أنا مش عايز حد يكره المجموعة دي لمجرد كرهه الشخصي ليا، ولأن القرآن الكريم كان صاحب الفضل عليه في الاكتشاف بتاعه، وعملا بنص الآية كلوا من طيبات ما رزقناكم سمى نظام الطيبات، وبدأ يعلن عنه. وخف على ايديه ناس كتير، من ضمنهم فنانين ومشاهير. ومش مجرد امراض مزمنة اللي خفت على ايديه وخلاص، لا ده في مرضى كمان خفوا من السرطان عافانا الله واياكم. ولما اسمه بدأ يلمع بقى خطر كبير بيهدد كل شركات الادوية وكل الاطباء وكل صناع الاغذية اللي منعها. قامت كلية الطب فصلته، ونقابة الاطباء وقفته، ودكتور ضياء رفض الاستسلام وأصر يكمل رسالته ويطلع في برامج كتير على السوشيال ميديا، وآخرها يسافر لدبي ويعمل آخر لقاء ليه في أحد البرامج هناك. والراجل دوت لما تسمعه تحس إن هو إنسان صادق، بيتكلم من قلبه، ما بينافقش حد ولا بيجامل حد وما بيقولش غير الحق.
ولو هيموت فيها، وبالفعل هو مات فيها. زوجته تطلع وتبلغ عن اختفائه في دبي لمدة 12 يوم، وبعدها تعلن شرطة دبي ان هم لقوه متوفي او مقتول في غرفته في الفندق اللي كان مقيم فيه. ومحدش لحد دلوقتي عارف هل مات موتة طبيعية ولا مات مقتول، بس اغلب الظن انه مات مقتول، وده ل5 اسباب. 1، الراجل دوت لو كانت ثبت كلامه كانت كل شركات الادوية هتقفل وكل الدكاترة هتقعد في البيت. تجارة بتضر اكتر من 1.77 تريليون دولار في السنة الواحدة، وكان متوقع توصل ل3 تريليون دولار في عام 2034 بس. يعني ميزانية اكبر الدول في العالم، ميزانية دول عظمى زي الصين وامريكا، ما بتوصلش لربع الرقم ده غير صناعات تانية زي الفراخ والبيض واللبن، لانها كانت ضمن الممنوعات اللي في نظام الطيبات بتضر مليارات الدولارات، كانت هتقفل برضه. فمتخيلين الراجل دوت كان بيهدد قوة عاملة ازاي؟ فالناس دي بقى ما كانش ينفع تسيبه مجرد انه يهدد الصناعات بتاعتهم دي. 2، شهادة الدكتور ضياء العوضي نفسه. الراجل قبل ما يموت او يتقتل بأيام يعمل فيديو ويقول انا لو مت يبقى اتقتلت، وان انا مؤمن بالله وعمري ما انتحر ابدا. خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحار. مش حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر. انتهي، حطها في بالك. الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. فيموت الراجل بأزمة قلبية برغم انه ما كانش بيعاني من اي امراض، وكان في منتصف الاربعينات، علشان يتقال ان نظام الطيبات اللي كان عامله وماشي عليه هو اللي موته، ويبقى ضربوا عصفورين بحجر واحد. لا، ملعوبة دي. 3، الغرفة اللي توفى فيها او اتقتل فيها يكون متعلق عليها لافتة ممنوع الازعاج الخاصة بالفندق ولمدة 2 يوم، علشان محدش يدخل عليه من العمال اللي شغالين في الفندق، برغم ان زوجته بتقول انه مختفي من 12 يوم مش 2 يوم. غريبة. 4، نلاقي فيديو منتشر ليه على السوشيال ميديا، ناس سجلته قبل ما يتمسح من على صفحته، يطلع فيه الدكتور ضياء مع دكتور تاني اسمه الدكتور زياد، يقول فيه الدكتور ضياء انه هو في دبي وقاعد مع الدكتور زياد، وان الدكتور زياد هو اللي جابه الامارات، وان الدكتور زياد كل يوم معاه بينقله من فندق لفندق بحجة ان صواريخ ايران ما تنزلش على دماغه. ويهزر هنا بقى الدكتور ضياء او يقول ما هو ما ينفعش صاروخ ينزل على دماغي، ده دماغي دي اللي شغال بيها، وان الدكتور زياد شكله كده هينزلني خندق في الاخر. والغريب بقى ان الدكتور زياد دوت اول ما جت عليه الكاميرا كان باين عليه الارتباك، وما كانش عايز حتى يتكلم كلمة واحدة. فالسؤال كان فين بقى الدكتور زياد طول 12 يوم اللي كان مختفي فيهم الدكتور ضياء؟ طب واليومين اللي كان مكتوب على غرفته ممنوع الازعاج كان فين برضك الدكتور زياد لما هو كان معاه كل يوم بينقله من فندق للتاني؟ وليه ما طلعش وشرح لنا اللي حصل؟ ده كان مفروض هو اول واحد يبلغ عن وفاته اصلا، دي لو كانت وفاة طبيعية من الاساس. وبعد كده نكتشف ان الدكتور زياد دوت خبير لاكبر شركات الامصال واللقاحات بتاعة الدواجن والفراخ. يعني لو كان الدكتور ضياء اثبت كلامه كان الدكتور زياد دوت وشركته هتقعد في البيت. يعني انت بتتهم دكتور زياد انه هو اللي قتله؟ لا طبعا، انا بس بوضح علامات الاستفهام اللي محدش رد عليها لحد الان. يمكن يكون الراجل بريء، مش عايزين نظلمه. دكتور زياد مش عايز اسلم على الناس. دكتور زياد اهو، شفتوا الدكتور زياد قبل كده معايا في لايف يا جماعه. بصوا اللايف بتاع الدكتور زياد ده كان لايف جامد جدا، هنعمل له شير على فكره. ده كان لايف جامد جدا، هنعمل له شير على فكره. صب على الناس يا باشا. اهلا وسهلا بيك. انت مش فاكر يا باشا ما انت قابلت الناس الحلوه دي قبل
كده. ربنا يبارك في سعادتك يا باشا، كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك. غير اللي بيعاني، غير اللي في الدوامه. انا مش هقول انا فين في دبي عشان الصواريخ ما تجيش عليا من الاخر كده. وانا كل يوم الدكتور زياد كتر خيره كل يوم بينقلني في حته من الاخر يعني، عشان تبقوا انتوا فاهمين، من فندق لفندق لفندق لحد بص هينزلني خندق تحت الارض ماشي، عشان الصاروخ ما يجيش في دماغي. لو جه في رجلي مش مشكله، لكن دماغي اصلا شغال بدماغي. مش كده يا باشا؟ مش كده. بص هو علاء ما بحبش كل واحد يقول لي تعالى. بص الدكتور زياد من الاخر جابني يعني، انت فاهم، ما قاليش تعالى، هو جابني فاهم، فاللي عايزني يجيبني بس. مش كده يا باشا؟ الدكتور زياد راح سبق بقى وخلاص. 5. يطلع بقى صديق لدكتور ضياء في الإمارات، الدكتور محمود حجازي، خبير أغذية برضك، ويقول إن جهة أمنية هي اللي اعتقلت الدكتور ضياء، قبضوا عليه قبل وفاته في الفندق بأيام، وإن هم اللي قتلوه. القصة بتاعت الفندق قصة مشبوبة شوية، وخلينا نبدأ من أول طريقة مروحه لدبي. الكلام اللي قاله لي دكتور ضياء العوضي إن دكتور زياد عادل طلب منه إن هو يجي دبي كذا مرة، وعمل له فيزا مرة وسقطت، والمرة التانية وفي المرة التالتة قال له ديت آخر فرصة ولازم تيجي، حتى لو تيجي كام يوم، يومين 3 وترجع تاني. ومع حجم الإصرار العجيب من دكتور زياد عادل ان هو يروح دبي، ما كانش مفهوم المروحه دبي الغرض بتاعها ايه، ان هو يلاقي شغل او ان هو ما كانش ينفع يشتغل هناك بشكل او باخر. ما كانش مفهومه طبيعه الزياره، لكن هو راح دبي والفيزا طلعها له دكتور زياد على حسابه، وهو راح على دبي. دكتور زياد عادل وعلاقته بيه بدات بزوجته، زوجة دكتور زياد، لما كانت عند دكتور ضياء في العياده وعالجها بعد سنين طويله من المشاكل الصحيه المناعيه. وبعد ما اتعالجت وزوجته يا اخرى دكتوره اتعالجت وصحتها اتحسنت، فاصبح بينهم علاقه مستمره بشكل او باخر. كانت هي دي طبيعه العلاقه. اللي كان ملفت للنظر في اللايف اللي كان عامله دكتور ضياء، كان في وجود دكتور زياد وكان معاهم اخ تاني موجود، ان دكتور زياد ما كانش حابب اطلاقا ان هو يطلع معاه لايف او يطلع معاه بشكل واضح في لايفات في دبي، وده كان عليها علامة استفهام أخرى. الاختفاء دكتور ضياء، آخر رسالة بيني وبينه كانت يوم 12/4. الرسالة اللي هو شافها حوالي الساعة 6 أو 7 بالليل عنده، اللي هو كانت عندي حوالي الساعة 1 أو 2 بالليل، ومن بعدها ما ردش واختفى. المعلومة اللي أنا متأكد منها واللي أكدها طارق البرجاوي اللي عمل معاه البودكاست، إن هو تاني يوم نتيجة إنه كان في ناس عايزة تتواصل مع دكتور ضياء، فراح له الفندق، والفندق ما قالوش إن هو روح الاسم وخلاص، هو قال له روح الاسم لأن دكتور ضياء اتقبض عليه من جهة أمنية، تاخد يعني تم اعتقاله. ضياء العوض تم اعتقاله في دبي يوم 12/4/2026 من فندق هيلتون الجميرة، وأخدوه على اسم البرشا، ومنه اختفى ضياء العوضي لمدة أسبوع، ونتيجة إن هو مات في إيديهم هناك، مات